دينية، جهات سياسية تصدر. في الجانب السياسي أنا أدعو السياسيين أن يأخذون هذا بنظر الاعتبار. أنا فرح في يعني مثل هذه الملتقيات أن السياسيين يحضرون يعبرون عن آرائهم بكل حرية. نفس الشيء إحنا في بغداد أيضا، أنه المعارض الآن حتى المعارض في كردستان يعبر عن رأيه، معارض في العراق يعبر عن رأيه. هاي الحرية يجب أن نبقيها، لأن إذا حتى يسمع الآخر ممكن يتخلف. دكتور صناع القرار صناع القرار كيف يعني من الضروري أن يتم تنفيذ هذه التوصيات عند صناع القرار في العراق؟ هو المهم أن نسمع بعضنا البعض أولا. إذا ما نسمع بعضنا البعض أولا رح نغلق أسماعنا، رح نسمع صوت واحد، وجهة نظر واحدة، ممكن ربما نخرج كما النظام السابق كان يسمع فقط صوته فأدى به إلى الحفرة، بالأخير أخرجوه من الحفرة. إحنا نريد هذا النظام نقوته مع الناس، قوتنا بإسناد الناس. يجب أن نكون واضحين مع الناس، شفافين مع الناس، ونحل مشاكلنا. الناس يكون ترانا أن نحل مشاكلنا، مو نحل مشاكل السياسيين. أكثر الخلافات بين الكتل السياسية خلافات سياسية، خلافات مصلحية، خلافات على امتيازات، على المحاصصة وعلى غيرها. إحنا اليوم يكون نوحد جهودنا لمصلحة الناس، كثير مشاكلنا تروح. اكو تقارب الان بين اربيل وبغداد على ملف النفط، شنو رايكم على هذا الموضوع؟ هو الان تم الاتفاق على نصف الموازنه، يكون ننتظر البرلمان كيف يناقش هذه النصوص. اتفاق بين حكومه الاقليم وايضا الحكومه الاتحاديه. الامر الثاني اكو قانون النفط والغاز ضمن الوثيقه السياسيه، انه هذا منذ 2007 يعني صار له 15 سنه او 16 سنه قانون النفط والغاز مسوده. اذا قدرنا نمررها في البرلمان باتفاق، اليوم لا اسمع اصوات في الاقليم جديده اللي هي قد تتقارب مع اصوات بغداد، نفس في بغداد ايضا اصوات جديده. احنا اذا نظرنا الى النفط انه هو للمواطن مو للسياسيين، مو ملك سياسيين ولا ملك احزاب، النفط للمواطن. اذا اتفقنا على هذا وخليناه في حسابات نشرف عليه لمصلحه المواطن، مساحه الخلاف راح تقل، المواطن سيكون اقرب لنا. وما يجوز الخلاف بين اقليم بين اربيل وبغداد يؤدي الى ان المواطن ما يستلم رواتب. هذا عقوبه للمواطن، هذا خطا. فيجب ان نتوافق على ذلك. انا اتذكر في سنه 2018 قبل الانتخابات بشهرين جوني وفود من كردستان قالوا الوضع كله صعب، لا تدفع لهم رواتب. قررنا دفع رواتب قبل الانتخابات بشهرين. تعرفون في باقي العراق لو كنت انا سياسي انظر الى كسب الاصوات ربما لا ادفع راتب الاخرين. تعرفون اكو خلاف بين للاسف اكو تجيش للراي العام، وهذا خطا انا ضده. ومع ذلك قبل شهر من الانتخابات دفعت راتب الى اخر كردستان، لان اعتبر نفسي كرئيس وزراء العراق مسؤول عن كل المواطنين، حتى في ابعد قريه في اقليم كردستان او ابعد قريه في جنوب العراق انا مسؤول عنهم. هذا الشعور عند السياسيين اذا نوسع يصير قياسنا مصلحه المواطن. والان لو تلاحظون المشكله بين اربيل وبغداد، مشكله شنو؟ المواطن في اربيل او في كردستان مراضي، والمواطن في جنوب العراق وغرب العراق ايضا مراضي، فالمشكله واحده. تلاحظون زين كيف نتعاون لحل هذه المشكله، مشكله المواطن. يجب ان نلبي حاجه المواطن، نرفع المستوى المعاشي للمواطن، نخلق فرص عمل، مو فقط تعيين الناس بالدوله. هذا خداع للناس انه تعينهم الناس تدفع اموال وبالفساد، هذا ايضا خطا. يجب ان نخلق فرص عمل حيويه للمواطن حتى المواطن يعيش بكرامه وفعلا بعمل حقيقي. استاذ مشاكل النقد بس خصوص الدولار. نعم هذه مشكله حقيقيه مال الدولار. انا كنت من المؤيدين والدافعين بقوه لتخفيض سعر الصرف، اللي هو زياده سعر قيمه الدينار، تخفيض الدولار، لانه اؤمن على انه الدوله ربما تتضرر بس الناس تنتفع، لانه اذا انخفض قيمه الدولار البضائع ستنخفض، الضغط على العوائل المتوسطه والفقيره راح يقل، لان صار المواد كلها سافا لمصلحه المواطن. بس كانت اجراءات حكومات والحكومه اتخاذ مزيد اجراءات، مو فقط سعر الصرف يخفض، اكو مزيد من الاجراءات. انا اؤمن بحريه التداول، انا مع حريه التداول بالعمله، ان نفتح المجال، بس تحتاج رقابه حكوميه، تحتاج الى رقابه لمنع الفاسدين، لمنع المتلاعبين بقوت الناس، هذا تحتاج. بس انا اؤمن بحريه الاقتصاد يكون مفتوح، والدولار المفروض اي مواطن اللي يحصله يستطيع ان يحصله، ذاك الوقت ما يصير طلب اكثر من بس استاذ الحل انا اؤمن هذا الحل وادعو الحكومه الى هذا. شكرا جزيلا. شكرا.